لو هنتكلم عن مواقع الفويس اوفر او الفريلانس، فمحتاج تعرف ان كل موقع فيه حاجات مختلفة عن التاني. فانت هنا محتاج تدرس كل موقع على حدة، كل موقع بيستهدف ايه بالظبط، بيطلب ايه اكتر. زي موقع ساوند ديلز، اكتر الطلبات اللي عليه خليجي، فده موقع مناسب جدا تبدأ بيه لو انت شغال خليجي. بس مش هيكون مناسب ابدا انك تقعد عليه لوحده لو انت شغال بلكنة مصرية. بس محتاج تدرس منافسينك على كل موقع. المنافسين مش الناس اللي لسه بتبدأ زيك، خد منافسينك هم الناس اللي لهم تقييم عالي، تشوف البروفايل بتاعهم والدقة في اقل التفاصيل، صورتهم عاملة ازاي، الباي بتاعهم كاتبين ايه عن نفسهم، بيوصفوا خدمتهم بشكل عامل ازاي، الجيجز او السامبلز بتاعتهم عاملة ايه، طيب حاطين كام سامبل. كل ده محتاج تدرسه بعناية كبيرة. ما تكتفيش بموقع واحد ويكون تركيزك عليه هو بس وما بتخرجش منه. انت محتاج يكون عندك مرونة. في البداية انت بتكون شغال على مواقع كتير، يجي لك عميل من الموقع ده والموقع ده، يبقى انت كده شغال. انما لو مركز على موقع واحد وفين وفين على ما بيجي لك عميل منه، فانت كده مش شغال، ومش ده النمط اللي المفروض تمشي عليه. مستوى ادائك احترافي، المعدات بتاعتك احترافيه، بورتفوليو قوي، بتدرس المنافسين بتوعك، بتدرس المواقع. لو في حاجه واقعه معاك من دول، فانت هنا بتبدا تكتشف انت ليه ما بتلاقيش عملاء. ركز على السبب وتوقع النتيجه.